شيو. لو ما شفتش الحلقه اللي فاتت من حكايه شيو العائد للانتقام روح شوفها الاول، وهتلاقيني سايب لك رابط لقائمه تشغيل بالحكايه كلها اسفل الفيديو ده. وخليني دلوقتي اقول لك ما حدث في الحلقات السابقه. بعد ما بيتم القضاء على اصدقاء شيو من الوحش الشرير مينج، بيقرر مينج يضحي بحياته علشان يكون مع اصدقائه. بيفعل قوه البلورة لاقصى طاقتها، لكن الحياه بتديله فرصه تانية. بيكتشف بطلنا شيو انه رجع 3 سنين لورا. اما بعد كده بتفضل تتطور الاحداث لحد ما بطلنا شيو بيتقابل مع شيان القائده بتاعته في المستقبل، واللي طبعا كان بيحبها وماتت على ايد مينج. بينضم للفريق بتاعها واللي بتكون معجبه بقوته جدا. ووقفنا في القسم اللي فات لما بطلنا شيو تعرض لهجوم وهو كان في طريقه لشيان. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يلا بينا نشوف. وخلال ده بيكون ليه قاعد مع شيان بيسالها عن رايها فيه، وبعدها على طول بيرجع يسالها تاني وبيقول لها قولي لي يا شيان، لو لازم تختاري عضو واحد في المجموعه بتاعتنا دي هتختاري مين فينا، انا ولا شيو؟ بتكون شيان مستغربه من الاسئله بتاعته دي، وبتقول ما بينها وما بين نفسها ليه وشيو عندهم قوه كبيره ولا يمكن للمجموعه بتاعتنا ان هي تستغنى عنهم. فبتقول له شيان اللي هي فكرت فيه، وبتطلب منه ان هم لازم يتعايشوا سوا علشان المجموعه بتاعتهم تنمو. بنرجع تاني لبطلنا شيو اللي بتكون حالته حاله، عمال ياخد ضربات جامده من الافعى السامه ومش قادر يواجهها لانه جوه الميه، وده طبعا البيئه اللي الافعى بتعيش فيها. سرعه ليو بتكون قلت ورجع لمستواه الحقيقي وهو سحر من الدرجه الثانيه. هو بالمقارنه بالافعى اللي في المستوى السادس فهو ولا حاجه. فجاه بتعضه الافعى دي من ايده، وبعدها على طول بتمسكه من ايده الاتنين ببقها وبتلف حوالين جسمه. بتبتدي تخنقه. هنا شيو بيعض الافعى بسنانه لحد فبتخرج منها نواه. انا مش عارف مين فيهم اللي المفروض يعض التاني. المهم بتفقد الافعى مستويين كاملين وبتبدا تموت. ساعتها بيقرر بطلنا شيو ان هو يستغل الفرصه. بيخرج نواه الروح اللي معاه علشان يستوعب قدره الافعى السامه بالكامل. بتموت الافعى وبياخد شيو نواتها. بيزيد مستواه السحر من الدرجه الرابعه ومحارب من الدرجه الثامنه، وبتشفى كل جروحه. بيخرج شيو من الميه بعد كده، بس بيخدع المحارب وبيتظاهر قدامه ان هو ميت وجسم الافعى ملفوف حوالين جسمه. بيترمي على الارض، ووقتها بيأمر المحارب الافعى انها ترجع ليه. بيفضل ينادي عليها لكنها مش بتجيله. فجاه بيخرج بطلنا شيو من بقه سم الافعى الاخضر، وبينتهز شيو الفرصه ان المحارب مصدوم ومش مركز. على طول بيهجم على المحارب ده بالخنجر بتاعه من ظهره وبيقدر يموته. بيتوعد شيو اللي وبيقول بغضب ما تلومنيش، انت اللي جبته لنفسك يا معلم. بعد كده بنرجع تاني ليه اللي بيكون ماسك ايد شيان. بيعترف لها بحبه وان هو معجب بيها. بيطلب منها ان هي تكون حبيبته، لكن شيان بتشيل ايدها بسرعه من ايده وبتقول له انا ما بفكرش في كده، وانا جيت لمملكه الملوك بس علشان الوظيفه. فليه بيعتبر كلامها ده اهانه ليه. بيهجم عليها على طول، وساعتها شان بتصرخ وبتنادي على شيو علشان ينقذها. لكن اللي بيقول لها اللي بتعمليه ده ملوش فايده، اللي بتنادي عليه ده زمانه ميت دلوقتي. لكن فجاه بطلنا شيو بيجي وبيضربه على دماغه وبيرميه بعيد عن شيان. بيطمن شيو على شان وبيروح يكمل على ليه، وساعتها ليه بيساله عن المحارب وايه اللي حصل له. فشيو بيرد عليه بيقول له ما تقلقش يا حبيبي انا هبعتك ليه حالا، وبيستجمع قوته وبيضرب ليه في وشه جامد. بعدها بيطلع مخالبه وبيضربه بيها في كل جسمه. بيحاول ليه انه يهدد شيو بعيلته مره تانية، لكن المره دي شيو بيقول له حتى لو جه امبراطور السما لهنا محدش هيقدر ينقذك مني، وهخلص عليك دلوقتي. لسه بطلنا هيخلص عليه، لكن بتيجي شيان وبتطلب منه يسيبه. بتقول له هو ساعدني قبل كده، وبترمي له كل الفلوس اللي معاها في المجموعه، بتطرده من المجموعه خالص. بتقول له انا مش عايز اشوف وشك تاني، وبعدها بتاخد شيء وبتمشي. ساعتها ليه بيندم على كل تصرفاته الوقحه معاها، لكن بعد ايه؟ المهم بنكمل، وبعد كده بنشوف شيان بتعتذر لشيو انها مش هتقدر تدفع عليه المرتب، بس شيو بيوضح ليها ان هو مش مهم عنده الكلام ده، وكل اللي يهمه ان هي تكون كويسه. بيروح شيو مع شيان البيت علشان الجو بيكون ليل. هناك بتفضل شيان تشرب عصير التفاح لحد ما بتتبهدل خالص. بعد كده بتقول لشيو ان هو اكتر شخص هي بتثق فيه في العالم، وان هو بيديها احساس الصداقه اللي تقدر تعتمد عليه. هو فجاه شيو بتفقد الوعي وبتنام. بعد كده وفي مكان تاني بنشوف ليه بيعتذر لبابا انه افسد كل حاجه، ووضح له ان هو خلاص كان هيسيطر علشان بالقوه، بس فجاه ظهر شيو وبوظ له كل مخططاته. هنا بابا بيغضب وبيزقه برجله وبيوجه له ضربه قويه جدا، وبيقول له من الواضح ان انا ما علمتكش كويس. وفي الاخر هي دي النتيجه. بيكمل ابوك كل غضب وبيقول له انت عيل ساذج، انا طلبت منك انك تكسب رضا شيان وتعمل معاها صداقه بس. وبيحذره لانه اكتشف ان شيان دي من عيله معروفه، وبتطلع بنت بطراريك عشيره الروح. بيقول له انت ازاي تتجرأ وتتصرف معاها بالوقاحه دي، انت لازم تروح وتصلح الامور ما بينكم، لازم تروح تعتذر منها وتطلب منها انها تسامحك وتسيب لي شيو ده، انا هتصرف معاه بنفسي. بنشوف بعد كده ليه خارج
خارج من الحمام ومعاه بنت اسمها شياو في الاوضه. بيطلب من شياو انها تستعد علشان يخرجوا مع بعض، لكن فجاه بيلاقيها مقتوله. في اللحظه دي بيسمع صوت غريب في الاوضه من حواليه. بنروح بعد كده لشيان اللي بتصحى وبتتفاجئ بشيو جايب لها الاكل. بتكون مصدومه ومش عارفه هو ازاي دخل اوضتها من غير اذن. بتساله عن اللي حصل امبارح، فبيقول لها انها فضلت تمدحه كتير جدا وبتطلب منه ان هو يتحمل مسؤوليه المجموعه لانه املها، وانها هتسمح لانه يكون نائب الرئيس. ففي اللحظه دي بتعترض شيان. بتقول له ازاي انا هعينك نائب الرئيس والمجموعه بتاعتنا مفيش فيها الا احنا الاتنين بس، فاحنا لازم نضم اعضاء للمجموعه بتاعتنا الاول. بتطلب منه ان هو يستعد علشان يروحوا يشوفوا المهمه بتاعه النهارده. وبعد كده بنشوف خادم القصر بتاع ليه بيدخل الاوضه بتاعت ليه وبيتفاجئ ان هو مقتول. بيوصل شيو وشيان لمكان توزيع المهمات، لكن كل المهمات اللي بتكون معروضه عليهم بتكون رخيصه جدا. فبيعرض عليها شيو ان هم يروحوا لمهمه قطع راس التنين الظل السابع، وده لان الجائزه بتاعتها بتكون 10,000 قطعه ذهبيه. هنا شيان بتتفاجئ لان المهمه دي بتكون صعبه جدا عليها، بس شيو بيقول لها على الاقل احنا ممكن نجرب. لكن شيان بترد عليه بتقول له احنا ما ينفعش نخاطر جدا كده لان احنا مش هنقدر نتحمل اي اصابات. وفجاه بيدخل عليهم لو باي شي، وهو شاب ضخم مفتول العضلات. بيكون ساحب تنين الظل المقتول ما بين ايديه. بيبص لشيو وبعد كده بياخد ورقه المهمه المتعلقه على الحيطه، وساعتها بيبتسم شيو. هو بيشوف ان المهمه دي ما كانتش سهله زي ما هو كان فاكر. بيروح له ياخد الجائزه بتاعته، بتكون عباره عن بطاقه سحريه فيها 10,000 قطعه ذهبيه. بيكون الكل متفاجئ، وهنا بيتهم واحد من المحاربين انه سارق الوحش ده. ساعتها بيرمي له البطاقه السحريه في وشه فبيقتله على طول. بعد كده بيروح يشيل البطاقه السحريه وبيمشي. بيروح شيو بيختار مهمه تانية وهي الامساك بضفدع مستنقع الغابه الخضراء، لان دي المهمه اللي جايزتها الاعلى بعد مهمه تنين الظل. في الوقت ده بنشوف والد ليه وهو زعلان على موت ابنه. بيفكر مين ممكن يكون ليه عداوه معاه وما بيلاقيش حد الا شيان، وخصوصا تفكيره بيتاكد بعد الحادثه اللي حصلت ما بينهم. بيحزن والد ليه على ابنه جدا وبيقرر ينتقم من شيان. بعد كده بنشوف محارب من الدرجه السابعه واسمه كيا ومعاه صديقته شياويو. بيكونوا رايحين لمهمه اصطياد الضفدع الاصفر. بيفكر كيا شياو بانها وعدته تكون حبيبته لما ينهي المهمه دي، وعلى طول بيروح يقضي على الضفدع الاصفر وبيواجه له ضربه في بطنه، لكن الضربه ما بتاثرش فيه. المهم كيا بيكون مبسوط جدا وعمال يفكر هيعمل ايه بفلوس الجايزه، لكن بيجي له وبيطلب منه الضفدع. ساعتها كيا بيضرب له بظهر ايده على وشه فمناخيره بتجيب دم. فلو بيرد عليه بلكمه في وشه بتوقعه على الارض. بيقوم كيا وبيحط الازازه اللي فيها الضفدع في الشنطه بتاعته وبيقول له الشنطه دي مش هتفتح الا باسقاط نقطه دم من صاحبها، ولو انت حاولت تفتحها بالقوه هتدمر نفسها بكل اللي جواها. بيعرض عليه ان هما يتقاتلوا. كيا بيراهن على الضفدع، فلو بيراهن ب 10,000 عمله ذهبيه. بيبداوا القتال، وبعد كده بيطلب كيا من شياو انها تعالجه. فبتقرر شياو انها تفعل عليه تعويذتها السحريه، لكن ايدها بترتعش وبتقع من ايدها العصايه السحريه بتاعتها. ساعتها كيا بيهزها فبتخاف شياو وبتحاول تاني. بتمسك العصايه السحريه بتاعتها تاني وبتبدا تلقي تعويذه العلاج. بتطلب من سحر الحب ان هو يشفي صديقها، لكن بتكون المفاجاه لما السحر بيشفي لو بدل كيا. ساعتها شياو بتحاول تعتذر لكيا وبتقول له انا مش هعرف اتحكم في سحر الشفاء، وقتها بيقرر كيا يعتمد على نفسه. بيرجع هو ولو يتقاتلوا، وفي الوقت ده بيكون شيو في الغابه عمال يدور على ضفدع المستنقع الاخضر ومش بيلاقيه. هو كل ما بيلاقي ضفدع اخضر بيفتكر هو بيطلع ضفدع عادي. بتقول شيان لشيو ضفدع المستنقع عليه نفس حجم الضفدع العادي، والشيء الوحيد المختلف هو عين ضفدع المستنقع. بيكون موجود عنده اجنحه فوق عينه. بيقرر يروحوا يدوروا في مكان تاني، وبيوصلوا للمكان اللي بيتقتل فيه كيا ولو. بيشوفوا لو عمال يضرب في كيا جامد، وساعتها الشام بتصرخ في لو بتقول له انت كده هتقتله لو فضلت تضرب فيه اكتر من كده. شيو بيبص لها وبيكون معجب بطيبتها، لكن لو بيفضل مكمل ضرب في كيا لحد ما كيا بيرد خالص وكل جروحها على الارض. ساعتها بيستخدم دم لو وبيفتح الشنطه وبياخد الضفدع منها. في اللحظه دي شيان وشيو بيكونوا متفاجئين جدا لان الضفدع معاهم، ولما لو بيحس ان هم عايزين الضفدع اللي معاه بيخزن الازازه اللي فيها الضفدع في خاتم الفضاء الخاص بيه، والخاتم ده بيتعرف على ملكه بالدم برضه زي الشنطه. وشيو بيكون عارف نظام الخاتم، وده بيخلي لو متفاجئ جدا. بيقول له شكلك كده مش مبتدئ، وبيفضل يساوم له شيو على الضفدع بتاع المستنقع، وفي المقابل ان شيو يكون معاه شيء من نفس مستوى الضفدع يقدر يساومه عليه. في اللحظه دي بتطلب شيان من شيو ان هو ما يخاطرش ويقاتله، وخصوصا ان هم ما معهمش شيء ممكن يساوموا عليه ليو. ولكن شيو بيكون شايف ان هم لازم ياخدوا الضفدع منه وينهوا المهمه علشان سمعه مجموعتهم. وعلى طول شيو بيطلع النواه الداخليه الافعى سم السيل الاخضر، وفي اللحظه دي لو بيكون متفاجئ ومذهول جدا. بيقول لهم معقوله ان يكون معاكم شيء نادر زي ده؟ بيطلب من شيو يديها له ويشوفها، وساعتها شيو بيديها له. فشيان بتكون قلقانه وشيو بيقول لها ما تقلقيش انا ربطه بدمي، انا سيدها دلوقتي. واول لما بيشوفها لو بيقول لشيو هي نواه من الدرجه الاولى، ولا ممكن اديك ضعف ضفدع المستنقع و50,000 عمله ذهبيه، وده في مقابل انك
تديها لي في ايه رايك؟ وقتها بتتخدع شيان في المبلغ، لكن شيو بيقول له لو احنا حطينا النوادي في مزاد هتتباع ب 200,000 عمله ذهبيه على الاقل، وبيقرر شيو انه يراهن له عليها. لكن له اول لما بيسمع كده بيفضل يضحك وبيقول له انت غبي جدا واكيد هتندم على تصرفك المتهور ده. بتكون شيان مصدومه ازاي هيراهن بمبلغ زي ده في مقابل ضفدع ب 7000 عمله ذهبيه بس. فشيو بيقول لها طمني يا رئيسه انا مش هخسر النزال ده ابدا. فهي بترد عليه بتقول له انت لو خسرت انا مش هسامحك في حياتي. شيو دلوقتي محطوط في موقف صعب جدا لانه بيقاتل حد اقوى منه بمراحل. يا ترى هيقدر يلاقي حل للمشكله اللي هو فيها دي؟ وهل يا ترى هيفوز بالضفدع الاخضر ولا هياخد منه النواه بتاعت سم سائل الافعى؟ كل ده واكتر هنشوفه في الحلقه اللي جايه. ما تنساش توصلوا الفيديو ده 3000 لايك في اول يوم علشان الفيديو الجديد ينزل بكره. وخليني دلوقتي اقول لك سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. صل على النبي وخليني اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.